بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا نرمين ودي قناتي اسأل مجرب. هنا مش بننقل كلام، هنا بنحكي تجارب حقيقية من غير لف ولا دوران علشان توصلي للصح من أول مرة. يلا بينا. النهاردة بقى هحكي لكم عن تجربتي للفترة اللي بعد العيد، ما بعد المصاريف، ما بعد رمضان، ما بعد العيد، بعمل ايه في كل حاجة. كل ده هنناقشه مع بعض في الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا انا اول ما بقوم الصبح كده لازم الشاي والقهوة ولقمة خفيفة، لو حتى ما اكلتش يبقى الشاي والقهوة. عايزة اقول لكم بقى ان انا عندي كذا حاجة بعملهم في يومي بعد العيد. انا عندي فترة امتحانات، عندي فترة أزمات مالية لأن أنا طالعة من عيد وطالعة من رمضان. عندي فترة فيها ضغط شغل كمان عليا أنا شخصيا، فلازم نروح نشوف مع بعض أنا بدير الأزمة دي إزاي وتجربتي فيها عاملة إزاي. أول حاجة بالنسبة للأكل، أنا بختار الأكلات السريعة، الأكلات السهلة، يعني بربع مفروم ومشي حالي، بصدر فرخة ومشي حالي، بوصفات زي مثلا العيش اللي هو الفينو، وأقصه كده 2 وأحطه على اللي هو العيش الفينو القيصر المدور، وأحطه كده على صينية أو الصاج بتاع الفرن، وادهنه معلقة سمنة واحط فيه شوية جبن متبقيين عندي من رمضان، واعمل للولاد وصفة كده ياكلوها خفيفة مع كوباية شاي، مع مثلا طبق سلطة، حاجات متبقية عندي برضو شوية طحينة وهكذا. فالفكرة دي أنا حبيت أعرضها لكم بس كده كمثال، لكن انا في حاجات كتير دي تانية بعملها. طبعا هتقولوا لي طب والدايت والصيام المتقطع والكلام ده؟ يا جماعة انا ما بكترش من الحاجات دي بالنسبة لنفسي، لكن انا ولادي يعني انا ممكن اسلق بيضتين وحتة جبنة قريش، خلاص ده بقى أكلي. إنما في أطفال في البيت وفي شباب في البيت لازم ياكلوا ويتغذوا فترة امتحانات، ولازم ياكلوا حاجات فيها نشويات تديهم طاقة. دول ملهمش في السن ده دعوة بإن هم يقللوا من أكلهم أو ياكلوا مثلا يعملوا صيام متقطع أو الكلام ده. دول أطفال، يعني لازم يبقى عندهم حركة زيادة، طاقة زيادة، فبيحرقوا. واخدين بالكم حبايبي؟ اهم حاجه تكوني عامله لهم الاكل بايدك، ويكون مكوناته صحيه، واخده بالك من الكميات بتاعتهم. الكلام ده كله بيفرق طبعا مع الاطفال. سامعين؟ ايه ده؟ سامعها لكم في الاكل كمان. كمان يا جماعة بحاول أعمل لهم أكل يعني مكوناته صحية، بس بيدخل فيه النشويات ممكن تكون زايدة سيكة علشان دول أطفال. زي مثلا ان انا اعمل سندوتشات كبده بالرده واحطها لهم في عيش اللي هو الرده. ممكن اعمل حواوشي عباره عن خضروات، فلفل، لحمه مفرومه، بصل، واحطه لهم برضو في العيش الرده وعيش الحواوشي، واعمله لهم. بتبقى اكلات مشبعه وفي نفس الوقت بتبقى مش مكلفه خالص. الحواوشي بعمله برصه كده في اكياس او في علب واسيبه جاهز على التحمير واحطه في الفريزر. طبعا ممكن احمر في زيت للولاد صغيرين لو حابة، وممكن احمر في الاير فراير. فطبعا تحمير الحواوشي في الاير فراير برضو بيبقى رائع وجميل جدا جدا جدا، وجربوه على ضمانتي. كل دي افكار بتخلينا نعدي اليوم ونزقه. طبعا بقى كمان ما بنساش الحلويات من المنيو بتاعي بعد العيد. طبعا دي الاكلير عملته وجميل جدا، اللي عايزه يا جماعه يطلب طريقته في الكومنتات وانا اقولها له على القناه التانية، قناه يوميات نرمين عامر. طبعا يا جماعه كمان الاكلير ده انا ممكن اكل واحده في خلال اليوم كله،
وممكن اكلها مع القهوة بعد الاكل، يعني الحمها في الوجبة. فعادي جدا ساعات الجسم بيحتاج لحاجات مسكرة، فانت تكوني عاملاها بايدك وواثقة من مكوناتها وعارفاها، فمفيش مشكلة. ممكن ما اكلش دي كلها، ممكن اكل قطع، اقسمها قطع كده واكل منها مع فنجان القهوة بتاعي، بحيث ان انا طالعة من رمضان مهبطين سكرنا واطي. فاحنا مش بنحرم نفسنا من حاجة، بس بنحاول نقنن الكميات، وفي نفس الوقت ما بحرمش ولادي بعد ما كنت مدياهم قوي في رمضان وفي العيد وكلام من ده. لا، احنا بنعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، بحيث ان واحدة واحدة بتكون حاجات فيها برضو لحوم زي المفروم، زي صدر فرخة، زي مش عارفة ايه، بس الكميات احاول تكون بتاعة البروتين اقل شوية على ما نزق الفترة اللي هي بعد العيد. عندنا دروس بتدفع، عندنا مراجعات، عندنا مذكرات، عندنا حاجات عشان امتحانات الترم والميد ترم والشهر. فرفقا بنفسنا بنحاول برضو قبل ما ننزل ان احنا نجيب اي حاجة للبيت، بنحاول ان احنا ننزل نشوف البيتنا ناقصه ايه، نفرز الحاجات اللي موجودة في المطبخ كلها. عندي ورق فويل باقي من رمضان، عندي مش عارفة ورق زبدة، عندي ملح، عندي مكرونة، عندي مش عارف ايه، افرز قبل ما اشتري. ده طبعا لو انا هاخد المرتب بتاعي اول الشهر، او جوزي بيقبض اول الشهر، فقبل ما انزل اكيد متبقى عندي حاجات من رمضان، فبالراحة على نفسي برضو في المصاريف. دي تجربتي حبيت انقلها لكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك واكتبوا لي تعليق حلو.